في صفحات التاريخ اللي مش كل الناس تعرفها دايما في حكايات بتختفي بين السطور، قصص عن ملوك ومعارك، شعوب وأحداث غريبة. كل حدوتة فيها سر، وكل سر وراه حكاية. مع بعض هنغوص في أعماق الزمن ونعرف حكايات ما اتقالتش. قصة سقوط مملكة غرناطة، آخر معقل إسلامي في الأندلس، بتمثل نهاية حقبة استمرت لحوالي 800 سنة، وهي واحدة من أكبر وأهم الأحداث اللي غيرت وجه التاريخ الإسلامي والأوروبي مع بعض. خلال قرون من الحضارة الإسلامية، الأندلس كانت مركز للتقدم العلمي والثقافي، وكانت غرناطة واحدة من أجمل المدن في المنطقة، مشهورة بقصورها الفاخرة زي قصر الحمراء اللي بيعد تحفة معمارية لحد النهاردة. غرناطة فضلت محافظة على استقلالها بعدما معظم المدن الإسلامية في الأندلس سقطت واحدة بعد التانية قدام ممالك إسبانيا الكاثوليكية. من القرن ال13 ممالك قشتالة وأراغون كانت بتضغط على غرناطة باستمرار، لكن المدينة كانت قادرة على الصمود لفترة طويلة بفضل جغرافيتها المميزة وذكاء حكامها في عمل تحالفات ودفع جزية للحفاظ على السلام. لكن مع دخول القرن ال15 الوضع بقى صعب جدا. ملوك أسبانيا الكاثوليكية فرديناند وإيزابيلا كانوا مصممين على استكمال حروب اتسمت حروب الاسترداد، كان هدفها طرد المسلمين من شبه الجزيرة الإيبيرية. في سنة 1482 فرديناند بيبدأ حملة على غرناطة، وكان الحصار طويل جدا استمر 10 سنين كاملة. خلال الوقت ده المدينة كانت بتواجه نقص شديد في الموارد، والضغط العسكري كان بيزيد يوم بعد يوم. في وسط الحصار ده حصلت خلافات وصراعات داخلية في غرناطة من أفراد الأسرة الحاكمة، وده زاد من ضعف المدينة. أبو عبد الله الصغير اللي كان شاب وقتها وصل للحكم وسط انقسام بين النبلاء وتنافس على السلطة، وفقدان الدعم من باقي الممالك الإسلامية كان واحد من أكبر أسباب ضعف غرناطة، لأن الدول الإسلامية في الشرق كانت مشغولة بقى بصراعاتها الداخلية ومش قادرة تقدم أي مساعدة حقيقية. بعد 10 سنين من الحصار وصل الوضع في غرناطة لنقطة اللا عودة. الناس في المدينة كانت بتعاني من الجوع والخوف، والضغط على أبو عبد الله الصغير زاد جدا لدرجة إنه اضطر يدخل في المفاوضات مع فرديناند وإيزابيلا. المفاوضات انتهت بتسليم غرناطة للملوك الكاثوليك في 2 يناير سنة 1492 ميلاديا، ودي كانت لحظة فارقة في التاريخ. أبو عبد الله وافق على تسليم المدينة بشرط الحفاظ على حقوق المسلمين فيها، وده اللي الملوك الكاثوليك وعدوا بيه في اتفاقية التسليم، لكن الوعد ده ما استمرش، وبدأت حملات بعد فترة وجيزة على المسلمين اللي فضلوا في غرناطة لحد ما بيتم إجبارهم يا إما يعتنقوا المسيحية أو الرحيل. في مشهد مشهور جدا ومؤثر من لحظة تسليم المدينة، وهو لما أبو عبد الله وقف عند تلة مشهورة اسمها تلة وداع الموحدين وبكى وهو بيبص لغرناطة للمرة الأخيرة. أمه واجهت له كلمات صعبة جدا ومؤلمة، قالت له: ابكي كالنساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه كالرجال. الكلمات دي فضلت رمز للتاريخ، بتعبر عن الحزن العميق والفقدان الكبير. بس القصة ما انتهتش هنا. سقوط غرناطة كان بداية لفترة من الاضطهاد والعنف ضد المسلمين اللي فضلوا في اسبانيا والمعروفين بالموريسكيين. في النهاية تم طردهم تماما من اسبانيا بحلول القرن ال17، والحضارة اللي ازدهرت في الاندلس للقرون اختفت، لكن اثرها لسه موجود في الفن، العمارة واللغة. سقوط غرناطة ما كانش بس نهاية حكم المسلمين في اسبانيا، لكنه كان كمان بداية لعصر جديد من التغيرات في اوروبا والعالم، مع اكتشاف امريكا اللي حصل في نفس السنة على ايد كريستوفر كولومبوس اللي كان مدعوم من نفس الملوك اللي استولوا على غرناطة. كان معاكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.